وقوغرتي غرا سنات كنما يامو بدعارا كنما دنينو بيكي إني أهل السنة أجدت بيكي ولا تجد هذا ولا تجد عند الإخوان وعند التبليغ نشاطا في هذا وأنا أما دبنو خلنا من فاك أنا كيستي مرقانا أجرتو ورا تبليغي برد ورا إخوانا برد دعوة التوحيد دعوة السنة والتحذير من البدعة كان كيستي مرقانا برا أنجرتو لا لسان وهذا هو السلفي وهذا هو السني آية قوله صلى الله عليه وسلم تولي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد يعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور آية إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تولي إذن آية فهذا له ميزان فهذا إن كن له ميزان قرتي لما فاني سار جميجر من النبي صلى الله عليه وسلم نبي ربي راختي ميزان نسون هذا تنبيه تنبيه ميدمك لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بدعة زمن نبي ربي كذا بدعان انجروا ومع ذلك بدعان أبا مناوجين نبي ربي نجا شوف خطبة عيسى كيست وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نبي ربي أدو بدعان نفن دنينو إيقالي حرقرتي قادوبا وان فرقاد الله جامي أرقامي هند بيخان جراتو باته همودن دوكم آية أيام بدعان كن قرتي قادوبا ركسانا ضررات خطير ضرري ركونا إيقاد الدين وكرته تمسك بالسنة نمني سنة قبته ودعا إليها غرا قرتي قادوبا حقاتك يامي وابتعد عن البدع بدعان راك فقاتي وحذر منها بدعان راك دنيني كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكما نبي محمد أصحابان الرتورانسان يحذر منها أكما نبي ربي بدعان را دنينات ورخطبا من كيست وهذا هو المتمسك بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم إنكم كرا دعوى نبي ربي قبته جاما الثالث اتباع السلف الصالح ميزان صدف فالانا ميتي سلف الصالحين جل ديمود على رأسهم الخلفاء الأربعة أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم إذن فأصول دعوتنا كم هي؟ ثلاثة الكتاب والسنة واتباع السلف الصالح نتكران نتئردمنو القرآن والسنة بفهم سلف كران نتئرد دعوة قولوس كان جدون وعلى هذا أدلة كثيرة وكثيرة جدا منها قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنتي هل اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب والسنة أم زاد شيئا ثالثا؟ زاد ما هو الشيء الثالث؟ اتباع سنة السلف فقال وهي ما أنا عليه هل اكتفى بسنته؟ إذا أصول دعوتنا اتباع الكتاب واتباع السنة واتباع السلف الصالح فهمي سلفا لا لموكب والنمان فرقا ضالا بائسة فهمي سلفا قال لك ولو كان حاصلا التقيد بفهم السلف ودو فهمي سلفات تهرك مراتون أرقمي هل يكثر الاختلاف في هذه العقيدة؟ ما يكثر والدليل قوله تعالى آية من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان والذين اتبعوا من؟ الذين اتبعوا من؟ الذين اتبعوا المهاجرين والأنصار إذا اتباع الأنصار واتباع المهاجر واجب ولا ما واجب؟ بإحسان أي بفهمهم فهمي فهمي جرا كيس جرى ديمون هيا وقيد الاتباع بالإحسان إحسانا جل ديمون هيا لا مجرد الاتباع واضح ولا لا وإنما الاتباع بإحسان لا مجرد الاتباع بالزمن أو بالبدن لا وإنما المراد اتباعهم بفهم ولو كان الزمن متباعدا ودو زمن كيني ولي رفقاتات إلي كانوا تتأجج من فهمي ساني جل ديمو آية والدليل أيضا قوله صلى الله عليه وسلم طولهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الحديث أية الخلاصة طولي أن الجماعة جماعاني الذين اجتمعوا على الحق الثابت للكتاب والسنة وروا ما حقرت رجع إلالي هم الصحابة والتابعون لهم بإحسان ولو كانوا إلا ودون ما تقليته قال عبد الله بن مسعود رضي
رضي الله عنه أي جماعة ما وافق الحق جماعة جتون نمو محققون نمي أدونا ما تقول لي إيه نمني خرابية خرابيراتي بايئتون كوني سين شاخلين سين وسواسين سين شكسيسين هاي كرانو تديمو تجرو ديرو حق آمتي مو نمني كم إراتي بايئتون أبي جتة شكي كسي كيسة تنوم إنو ما أصلا أتواني لالتو كران الرجل حقته أبو الدبافتو إيجا حقته الدسيبه يو فلا تبالي بكثرة من خالفه كرا نمني كفالا سنيجر بايتون كان بددين وما كان أتركدين ها مجلسني قرتيجا سلفيدا كينيا كفتاون شغالة ستفيدين يا أبو مجلسني براو دانتا آية دوبو فإنك أنت الجماعة حينئذ أتي قرتي جماعة أمتا يوسن لا لك أيتو أديس حديثا كان والجماعة والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب أيام الدرس صح إيه قاري هل هناك ملاحظة في الدروس على الدروس الماضية كومنتين يوكي ياني ملاحظة أو تعليق جتون كومنتين يسنك أبدا نجرا وان أنقا أما دبريرت يوجرات ديسو دنديسا ها إيه 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 بمعنى الفرقة أصلا آية كبيرة كافي برا يو كافي برا نجري كنا أسمت دام نجا كنا ما دا برا تسين